الماتلين تاريخ كبير لم نعرف منه الكثير، وكل ما بقي منه حكايات تروى وجملة من الأساطير. رأس الجبل، التوشلة، رأس الزبيب، من ذلك المكان بدأت القصة. في تلك الناحية أسس الأجداد تينيسا، رباط سيدي بوشوشة عرفه الأهالي مجرد زاوية، ولكن قيمته كانت أكبر، فهو للتعبد والحراسة وكشف الأعداء. ثم كانت الماتلين قرية حملت اسم الماء والتلال. خلال القرن السادس عشر والسابع عشر قدم الأتراك والأندلسيون ليستقروا في هذا المكان. ليستقروا حول قصر قديم يطل على وادي يسمى الوادي الأزرق، على مقربة من عيون ماء جارية. عرفت العين الباقية باسم عين بلد. هذه العين تكون المعلم الوحيد الباقي الذي يصل الماضي بالحاضر ويذكرنا بمن مروا من هذا المكان. عين البلد مثلت عبر العصور مصدرا مهما للحياة ومكانا للتلاقي والتعارف وتناقل الأخبار والوضوء قبل كل صلاة. وحول تلك العين شيدت الحمامات، الجوامع، ومعاصر الزيت والمزارات. وعلى بضعة أمتار شيدت أول مدرسة ابتدائية قبل الاستقلال، فأنجبت العديد والعديد من المتفوقين.